الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم خاوتي. اليوم جبنا لكم طائرة جديدة، طائرة من نوع بومباردي، يعني راه تجي مثل القنابل، ترمي القنابل كما راكم تشوفوا فيها. طائرة أمريكية استعملتها فرنسا في حرب الجزائر لإبادة الشعب الجزائر، وهذه استعملت بكثير في القرى وفي تقريبا كل التراب الجزائري. استعملت في تلمسان، استعملت في تبسة، واستعملت أيضا في تلاغمة في الصحراء الكبيرة، واستعملت أيضا بين الحدود الجزائرية التونسية. دوك ندوروا عليها نشوفوها. طائرة غريبة، يعني بومباردي قوي. هذه كانت على باتروي ماريتيم، يعني الدورية البحرية، يعني كانت تراقب الغواصات هذه في الربعينات، في سنة الربعينات الخمسينات. وحبسوا الإنتاج تاعها في الولايات المتحدة، حبست الإنتاج تاعها نظن في 1960 ولا 62. حبسوا الإنتاج تاعها. سي ان باتروي ماريتيم، يعني كانت دير لا باتروي ماريتيم. ومن بعد فرنسا حولتها إلى رمية القنابل، يعني تستعمل آه، كانت تستعمل في البحر، ومن بعد فرنسا رجعتها بومباردي ولا تستعملها في البر وترمي القنابل. شوفوا النيف ديالها كيفاش، هنا يقعدوا دو تيغور، ترفد 11 واحد. يعني طائرة فيها 11 واحد، ايكيباج يعني كبير، يعني ماهيش 11 واحد. شوفوا الرشاشات تاعها عندها في الانف، شوفوا لابول هذه كيفاش دايره، الدور وكامل، وتيري من كل النواحي، تحبط هكذا وتدور هكذا. عندها تانيك رشاشة هنايا، رشاشة هنايا، رشاشتين هنايا طبعا. عندها ايضا آه، جماعة رشاشتين في الاخر تانيك تاعها، يعني معمرة برشاشات. وعندها في الآخر تاع من اللور أيضا رشاشتين يضربوا خاصة لتحت ومنا آه، طبعا هذه رمية القنابل، ولكن ولات تطاكي في الأرض وتستعمل الرشاشات تاعها وترمي أطنان من القنابل. تدير 348 كيلومتر في الساعة ولا شيء مثل هذا. لو غيون داكسيون يعني تمشي 4500 كيلومتر، يعني غيون داكسيون كبير، يعني 4500 كيلومتر يعني بدون ما تحبط. صممناها كامل كومبلي. دخلت شوية في التفاصيل تاعها. إذا أيضا جبت لكم صور تاعها في الجزائر، روبورتاج تاعها في الجزائر. يعني الصور شوية قلال خاوتي، باش تصيبوا صور تاع الطائرات الحربية اللي كانوا في الجزائر صعب جدا جدا. وخاصة التصميم، كل الصور تاعها قدم، يعني في تاع الحرب العالمية الثانية وكذا، نواري بلون وكامل. دونك باش صبت صور خاصة هاد الرشاشات، يعني باش خدمتهم، يعني لان الرشاشات كاينين متقوبين كاينين ماشي متقوبين، كاين مئات تاع الانواع تاع الرشاشات. اذا باش صبت هاد الموديل هذا تاع لي ميترايوز هادوما، يعني رحت بحثت شوفوا عندها حتى في الجنب، شوفوا في الجنب عندها ايضا هم ليك دي ميترايوز على الاجنحه، على هم ليك. شوفوا على لي كوتي تاعها، وحده زوج منا وزوج منا وزوج من اللور، ومن الفوق عندها زوج. وهادي الدور خاوتي درت لها الحركة، راني داير لها الحركة الدور هكذا. بون مانيش الدور هكذا، مش عارف لي هادي لي الدور لي اغزات. سنا نشوف شكون لي الدور يعني الدور 360 درجة، مانيش مسقم الحالة معليش. الدور 360 درجة، دور على روحها. وهادو طبعا يحبطوا ويطلعوا، شوفوا الميكانيزم ديالهم، يحبطوا ويطلعوا. مانيش مسقم الحالة. درت العلم تاع الجزائر. بون يانا فرنسا دايرة العلم تاعها بلو بلون روج.
وانا درت تاع الجزائر كيف كيف يعني، ما عنديش مشكل. ما كنت قادر ندير تاع فرنسا، ما هوش مشكل يعني. ولكن جاها شباب، الديكور درت تاع الجزائر جاها شباب. اذا ولكن كامل لي زانسين اللي درت لها تاع امريكا، دونك نيفي لا كوكارت تاع لا نيفي كامل، لانها كانت تابعه لا نيفي، لانها كانت في الاصل باترويور ماريتيم، سان باترويور ماريتيم، دوريه بحريه، ولا مش عارف كيفاش يقولوا باترويور ماريتيم، يعني تراقب بالغواصات وتراقب البواخر وتاخد صور وتبومباردي ايضا. ولكن فرنسا ما استعملتهاش كوم باترويور ماريتيم، ولكن استعمل كي شافت القوة ديالها اللي فيها كاع الرشاشات اللي فيها والبومبات اللي فيها، استعملتها باش تدمر القرى الجزائرية. طبعا كما رانا نعرفوا واش دارت كامل في القرى الجزائرية والمدن، وكانت تضرب بارتو. و يعني طائرة غريبة. بون هنا صممنا لها المحركات تاعها، باتن ويتني كيف كيف، كيما تشبه شوية لهذيك الطائرة اللي درت لكم دوغلاس، هذيك الافين 6 ولا البي 26، تشبهها شوية ولكن مختلفة. سان كوادري موتور، يعني فيها أربعة محركات. فيها هادو قاع مانيش عارفو شنو، دي ديتيكتور ولا مانيش عارفو شنو، هادي تاع الربعينات يعني. شوفوا يعني هذاك الوقت يعني، هذا الكوكبيت تاعها يعني ترفد 11 واحد. نظن ان في لي ميترايوز هادوما، نظن ان يكونوا زوج هنايا، اذا هذيك هي زوج 4 6، ونظن ولا واحد مانيش عارف شحال يركبوا في هادوما، هاد الزجاجية هنا. يقعد واحد اللي تيري بلي ميترايوز هادوما من اللور. واش راح نقولكم، طائرة مرعبة جدا، خاصة وكاين اللي فيها 4 هنايا رشاشات. أنا درت البسيطة يعني، درت تاع زوج، عندها الزجاج من التحت، تشوف من التحت هنا، خاصة باش باش تتجسس ودير لا ريكونيسونس، تاخد الصور وكامل، تصور من الفوق وكامل. يعني كانت دير كلش، تتجسس، ترمي القنابل على المدن وعلى القرى، تضرب بالرشاشات تاعها، تهبط، كانت تهبط، دير مام دي زاتاك سول. استعملتها فرنسا في دي زاتاك سول. ونعطي لكم حديثة تاريخية. هذه هي الطائرة اللي لقات القبض على الباخرة أطوس، اللي بعثها لنا عبد الناصر باش يساعد الثورة الجزائرية، كانت معمرة بالسلاح طبعا. وهذه هي الطائرة اللي لقات القبض عليها. والأطوس كان في البوق تاع وهران حاكمينو القوات الفرنسية، كانت جايبة سلاح للجزائر. نظن هذه كانت باخرة بريطانية، وباعتها بريطانيا، باخرة حربية بريطانية باعتها، وشرتها الجزائر مع مصر، مع أخ رجل أعمال سوداني أيضا. وكانت المهمة تاعها باش تجيب سلاح للجزائر. إذا بدلوا لها الاسم تاعها في مصر، وسلحوها في مصر، وبعتوها للجزائر. ولكن المخابرات تاع الموساد كانوا يخدموا مع المخابرات الفرنسية، دونك المهمة ما نجحتش، وهاد الطائرة حبستها لايتي انترسبتي وحكموا عليها. من بعد داو من وهران، وين كانت طبعا الباخرة سيزاوها، وكانت المحاكمة تاع الطاقم في وهران، داروا المحاكمة تاعكم، وكل واحد واش حكموا له. طبعا هذه هي القصة تاع الأطوس. الجائزة جاية للجزائر، للثورة والمجاهدين. أه أنا نشوفوا فيها، نشوفوا التصميم تاعها كيفاش صممناها، يعني حاولنا نديروها مليحة يعني. درنا لها حتى النيميرو تسيري، يعني رحنا شوية في ليطيطا، حتى النيميرو تسيري اللي يحب يشري هاد هو النيميرو تسيري. حتى الداخل في المحرك درنا النيميرو تسيري، يعني كل شيء. هذا المحرك تاعها سي دي موتور ايتوال. موتور ايتوال. كاين 3 انواع تاع الموتورات نظن. كاين لي موتور اون لين، موتور اون في، ولي زافيون عندهم لي موتور ايتوال. يعني واش معناتها ايتوال؟ معناتها
لي سيلندر ديالها جايين كي النجمة دايرين على الفيل بروكان، دايرين اوليو يجو مستفين. شفتو في السيارات مثلا تلقى دي موتور اولين ولا دي موتور اون في، يعني مستفين هذا قدام هذا لي سيلندر. والفيل بروكان ولا يجو ثلاثة منا وثلاثة منا، مثلا ان في 6 يجو ثلاثة منا وثلاثة منا، والفيل بروكان في الوسط. دونك يدير ان في، دونك على بها يقولك موتور اون في وموتور اون لين يجو مستفين هادي قدام هادي. اما الطائرات فيهم دي موتور ايطوال، دونك دي سيلندر ايطوال، نجمة كيما النجمة ودايرين كامل هكذا لي سيلندر. والفيل بروكان في الوسط، هادي نظن عندها 14 سيلندر نظن، ولا ما خانتنيش الذاكرة، عندها 14 سيلندر دايرين كامل على الفيل بروكان، وكامل يخبطوا ويحركوا باش تكون عندها القوة كبيرة. لا حبيتو نشوفو التصميم ديالها ايضا. هاو التصميم تاعها، هاو كيفاش خدمناها، كيفاش صممناها. من التصميم ديالها بطريقة بسيطة يعني هكذا. هذا هو التصميم تاع هذه الطائرة هكذا. طائرة أمريكية استعملت ضد الجزائر كما رانا نشوفو فيها. هذا هو التصميم ديالها من كل النواحي، رانا نشوفو فيها كامل. درنا لها لي ستيكر تاعها والكتيبة وكامل، وكيما اللي شفناها في الصور. قلت لكم درت لها علم تاع الجزائر. دوك نوري لكم، نظن نوري لكم الصور باش تشوفوا كيفاش يعني كيفاش صممناها. هذه واحدة منهم، هذه واحدة من الصور. طبعا ما لقيتش الصور هنايا، هذه الصورة الوحيدة اللي ورات لي الرشاشات كيفاش دايرين، لأن تقريب كل الصور من البعيد تاعها صور اما مثلا هكذا، اذا ما تشوفش الشاشات كيفاش دايرين. هادو الصور، هذه صورة ايضا تاعها. اذا ما لقيناش يعني. اذا رحت كان لازم عليا باش نروح ندخل في لي سيت تاع الولايات المتحدة، ودخلت خاصة حتى تروح. هذه هي تاع فرنسا، فيها لاكوكارد تاع القوات الفرنسية. ما حبيتش نديرها، قادر نديرها ما حبيتش نديرها. وفيها العالم تاع فرنسا وفيه ان اونكر. طبعا هنا عندكم لاكوكارد افيك ان اونكر هكذا. هاد تاع فرنسا انا فضلت نخليها بلي زانسين تاع الولايات تاع امريكا، وزدت لها العلم تاع الجزائر اوبسيون هكذا هكذا. اذا كيما راكم تشوفوا فيها، حاولنا نحترموا التصميم تاعها كيما يلزم الحال. راكم تشوفوا الانف تاعها يعني كيفاش دايره. هادو المحركات تاعها عندها 4، ستان كوادري موتور. يعني سان مونستر وحش يعني في الحقيقة. إذا رحنا حتى ولو تروح لي سيت في الماريكان ما تلقاش يعني. إذا واش درت، جاتني الفكرة باش رحت للمتحف هادي تاع فرنسا. هاد الصور من الجزائر هادو مع الآخر تشوفوهم، هادي في الجزائر كانت. إذا رحت المتحف في الولايات المتحدة، لو موزي دو لافياسيون. دونك تما تصيب كاع الطائرات القدم اللي خدمت الولايات المتحدة. وتصيب يعني هذه نصيحة عندما المصممين ولا الناس اللي تحوس على تبحث، عندما تبحث مثلا على طائرة أو باخرة أو أي شيء من تاع الأربعينات ولا الخمسينات ولا السنة القديمة، يعني روح للمتاحف. دونك دخلت في المتحف في الولايات المتحدة وجبت هذوك الصور اللي كنتو تشوفوا فيهم، اللي هما هذوك الصور. جبت ملف كومبلي يعني، وين هايليك وين يبانوا مليح. يعني شفت بأن لي ميترايوس تاعها متقوبين، لأن ما كنتش عارف ولا متقوبين ولا ماشي متقوبين، لأن كان كيما قلت لكم بزاف أنواع تاع الرشاشات. إذن هنا عرفت بأن دايرين هكذا يعني متقوبين هكذا. هاو كيفاش دايرين الرشاشات تاعها. دونك درتهم من النوع هذا، يعني احترمنا النوع.
وخاصة وكاين أيضا اللون تاع لي فلافون جايين شوية كرومي شوية هكذا دايرين. شوفوا كيفاش دايرين يعني اللون تاعهم. هادو لي من الفوق كحولة والاخرين ماشي كحولة. إذا حاولنا باش هادو كامل جبناهم من متحف، صور تاع متحف في الولايات المتحدة. يعني كوميم تصيب تصاور يعني ملاح، عرفت باللي فيهم تقابي، فيهم هاد الأنف تاعهم هكذا كيفاش دايرين. إذا باش قدرت نصمم الشاشات بطريقة صحيحة باش ما نمدش أخطاء، يعني باش ما نمدش معلومات خاطئة يعني على الطائرة. راح نرسمها كامل راسي ما تجيش. يعني هاي ليك طيارة وحشية خوتي، تخوف في الحقيقة، تخوف من كل جهة. يعني عندها رشاشات من كل جهة، يعني بلا ما نهضروا على الأطنان تاع القنابل اللي راهم من داخل. أطنان وأطنان تاع القنابل اللي تطلقهم. يعني مش عارف الضرورة تاع تاع أشياء مثل هذه في حرب الجزائر. نقولوا في الحرب العالمية الثانية نقولوا كان العدو ألمانيا وكامل وعنده هذه الأشياء، ولكن في الجزائر يعني حبوا يدمروها وخلاص، حبوا يدمروها البلاد هذه وخلاص. يعني شوفوا يعني القوة وكذا وكذا يعني. إذا خوتي هذا هو التصميم، هذه الاسم تاعها. إذا الاسم تاعها هو بي بي فور واي. إذا بي إيغريك ولا واي و 4. دونك عندما تبرونونسيها بالامريكي بالانجليزيه بي بي فور واي، سي صا بي بي فور واي. دونك اسم تاعها بي بي فور واي. نظن الله اعلم لان شويه غريب. هاو الاسم تاعها بي بي فور واي. دونك تاع اليو اس نيفي. لا فيتاس ماكسيموم 382 كيلومتر في الساعه. فيها 12 ميترايوز براونينغ. 12 ميترايوز تاع 12 فاس عيار 12.7 مليمتر، دون 6 في لي توغال كيما شفناهم في لي توغال. 5800 كيلوغرام تاع القنابل تاع لي بومب. لا شارج تاعها 5800 كيلوغرام. نيحة عندها رشاشات منا ومنا ومن لاريير من كل النواحي. يعني طائرة مدمرة جدا. الآن نروح نشوفوا الصور تاعها في الجزائر والوثائق تاعها في الجزائر. اخترت هذه الوثيقة مهمة جدا، تتكلم على هذه الطائرات في الجزائر، ننصحكم تقراوها. هنا رانا نشوفوا فيها في باتنا 1960. سمحيلي هالأمي ما سمحيلي في الجهادية اسمح الباب وليدي مرسولة من عنده العالية. هنا في الصيف. جينا من عين مليلة 7 أيام على رجلنا، وصلنا للجبال كمبينا أو فرنسا تسركال علينا. الكرتوشي قطع صدرنا، البهطو قازك لها رجلنا. الرجال تموت بلا شيد فينا، والسمحيلي هالحنينا، والسمحيلي هالأمي ما.
اسمحي لي هالحنينة، اسمحي لي فالجي هدي، اسمح الباب ولدي، مرسولة من عند العلي، واسمحي لي هالأمي ما. أوكي، وشكرا. شكرا، السلام عليكم خاوتي، مع السلامة.